محمد حمداوي قيادي في حركة العدل والإحسان في الرباط. سيد محمد حمداوي، معروف بأن حركة أو جماعة العدل والإحسان قد قاطعت الانتخابات. كيف تنظر إلى يعني إعادة أو النظر في قضية علي الهمة وعوده إلى مجده كما قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وعلي الهمة كان دائما إلى جانب الملك، سواء قبل توليه الحكم أو بعد توليه الحكم سنة 99. فإذا هو لم يكن غائبا على تدبير الحكم في البلد، فقط الآن أعطيت له صفة مستشار للملك. فإذا وعلى كل حال نحن كنا دائما نقول بأن المشكل المغرب ليس مشكل أشخاص، هذا الشخص أو غيره، هو مشكل غياب نظام ديمقراطي بصفة عامة. فإذا لم نعلق نحن مشاكل البلد على شخص أو اثنين أو كذا. فإذا المشكل مشكل نظام غير ديمقراطي، لهذا قاطعنا الانتخابات وقاطعنا يعني. لا عفوا، أنا لماذا سألتك، وأنتم يعني جماعة إسلامية معروفة في ولها توجهاتها في المغرب، أنه الملك المغرب يعين مستشارا يبغضه الإسلاميون. لا، أنا قلت لك أن وجهة نظرنا نحن إن وجهة نظرنا نحن في جماعة الإحسان كانت أن لا نعلق يعني مشاكل البلد على شخص أو اثنين. نحن نقول من المشكل في البنية يعني الحاكمة، البنية كما نسميها في المغرب البنية المخزنية، هي بنية غير ديمقراطية. ليس المشكل شخص. هؤلاء الذين علقوا آملهم على أن المشكل في البلد بشخص أو باثنين، لهم أن يدلوا بآرائهم الآن فيما حصل. لكن نحن كنا نقول وما زلنا أن المشكل هو مشكل جوهري، ومشكل يعني من حيث الأصل ومن حيث المبدأ في يعني بنية غير ديمقراطية، وأن المدخل الحقيقي هو مدخل نحو تغيير ديمقراطي حقيقي، يعني يفصل السلطات ويعطي صلاحيات حقيقية للبرلمان ولحكومة حقيقية وهكذا. وأن المدخل الذي تم منذ دستور فاتح يوليو تموز الماضي هو مدخل خاطئ ولم يتغير أي شيء، وفقط أراد يعني النظام يعني الحاكم الآن أن يركب موجة. طيب، لو تبقى معي سيد محمد حمداوي، انضم إلينا مصطفى الخلفي وقيادي في حركة وحزب العدالة والتنمية الفائز في الانتخابات الأخيرة. سيد مصطفى، هل تعيين علي الهمة هو تطيب خاطر لهذا السياسي المدلل بين قوسين عند المخزن، أم هو رسالة لعدوه اللدود بن كيرة؟ أنا أعتقد أن الأمر لا هو هذا ولا ذاك. المغرب الآن دخل مرحلة سياسية جديدة تقتضي الوضوح وتحمل المسؤولية. هنالك قراءات إيجابية وأخرى سلبية لهذا التعيين، لكنها في كل الحالات تخرج الفعل السياسي والحزبي للوزير المنتدب السابق في الداخلية من دائرة الغموض إلى دائرة الوضوح. هذا أمر أول. الأمر الثاني، لماذا هي أيضا مرحلة سياسية جديدة؟ لأن المستشارين مقيدون ومطوقون بواجب التحفظ والامتناع عن التدخل المباشر لفائدة هذا الحزب أو ذاك، وأن صدور أي فعل منهم في هذا الأمر ستكون له تداعيات سلبية تضعف من موقعهم. إذن في كل الحالات حزب العدالة والتنمية في المغرب اختار موقف يمكن أن نقول أنه ينظر للأمر على أساس أنه إيجابي، لأنه على الأقل ينهي مرحلة سياسية كان فيها السيد فؤاد علي الهمة فاعل سياسي حزبي مباشر، وضعه من حيث قربه من الملك ينعكس على شروط التنافس في الحياة الحزبية سواء عن قصد أو غير قصد. فنحن الآن إذا وضع جديد. طيب الآن نعم، لأن هناك ينظر لعلي الهمة على هذه القضية كي نختمها الآن بمحور قصير على نطاق واسع في المغرب، على أنه من أركان ما يعرف بالمخزن، والمخزن عند المشارقة يعني القصر الملكي، وهو نخبة في البلاط الملكي احتفظت به دائما باليد العليا فوق صندوق الاقتراع، بتعيين مسؤولين حكوميين، تحديد السياسات الرئيسية للدولة، وهو أحد الأهداف الرئيسية للحركة المغربية الداعية، وهو المخزن، وطالبوا حتى علي الهمة بالذات. لكن أنتم هل تعتبرون تعيين علي الهمة
بأنه ربما يكون إسفين الآن بين المخزن والحكومة القادمة، كون رئيس الحكومة هو بن كيران؟ نحن لا نريد استباق الأحداث وتقديم قراءات محكومة بنوايا. ما ننطلق منه في المغرب حاليا هو أولا هنالك إطار دستوري جديد يوضح بشكل دقيق اختصاصات المؤسسة الملكية، اختصاصات الحكومة، وطبيعة العلاقة التي تنشأ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حزب العدالة والتنمية لم يصوت عليه المغاربي ليدخل في نزاع أو في صراع مع الملكية، هو يتطلع إلى وجود تعاون وينظر بإيجابية لبعض المؤشرات التي حصلت. تعيين الأمين العام للحزب رئيسا للحكومة في ظرف 48 ساعة، وبالقيام بتأويل ديمقراطي للفصل 47 من الدستور الذي كان يتيح للملك أن يختار من يشاء من داخل الحزب، لكنه اختار الأمين العام للحزب. فهذا معطى لا ينبغي الاستهانة به. وبالنسبة للحزب اعتبر أن هنالك إرادة لدعم انطلاقة الحكومة. تعيين السيد فؤاد علي الهمة هو مفتوح على مسارين، قد يكون مفتوح على مسار إيجابي ويؤسس لمرحلة جديدة، يعني تنهي مرحلة التوتر والصدام التي ارتبطت بالصراع بين حزبي الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية طيلة. لأنه لطالما سيدي يعني حتى بن كيران دعا الملك أكثر من مرة يكون يحتل فيها فؤاد علي الهمة موضع طبيعي في القرار بالنظر لما يتيحه الدستور، وننهي هذه المرحلة من التوترات ونؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي. نعم، لأنه دائما بن كيران أو عبد الله بن كيران رئيس الحكومة الحالي دعا الملك ربما أكثر من مرة يعني علنا ومن تحت الطاولة إلى كبح جماح علي الهمة الذي مارس ضغوطا شديدة كما قالوا على حزب العدالة، حزبكم العدالة والتنمية، أثناء عمله في وزارة الداخلية عقب تفجيرات انتحارية في 2003. لكن أعود إلى السيد محمد حمداوي. سيد محمد حمداوي، هناك نقطة يسألها الكثيرون: هل يؤثر تقريب علي الهمة على مسار الإصلاحات الآن التي يعتمد عليها الملك محمد السادس على تنفيذها أم لا؟ أنا كما قلت سابقا أن السيد فؤاد علي الهمة لم يكن غائبا أبدا، فهو منذ البداية كان مديرا لديوان ولي العهد يعني الملك الحالي، وكان مديرا لديوان الملك الحالي بعد سنة 99، لأنه كان دائما في دائرة يعني الحكم. نعم، غير مواقعه من الداخلية إلى المجال السياسي إلى الآن المستشار، لكن كان دائما حاضرا في المجال السياسي العام. الإصلاحات كما قلت نحن موقفنا منها معروف، بأن المطالب الأساسية التي قامت من أجلها الحركة الاحتجاجية في المغرب لم يتم الاستجابة لها. مطالب أساسية في ديمقراطية حقيقية وفي حرية حقيقية وفي عدالة اجتماعية حقيقية. طيب، شكرا جزيلا لكم. محمد حمداوي، قيادي في جماعة العدل والإحسان، كنت معنا من الرباط. أعود إلى مصطفى الخلفي، قيادي في حركة أو حزب العدالة والتنمية. أسأله الآن، دعونا من فؤاد علي الهمة، الآن قضية الآن الحكومة، متى سنشهد إعلان الحكومة سيدي؟ وهناك كما قال بن كيران مهمة صعبة جدا في تشكيلها. هي مهمة صعبة، لكن طبيعة المناخ السياسي الموجود الآن في البلاد يكشف عن عودة الأحزاب السياسية لأن تمتلك قرارها بيدها. فقمنا بالاتصال ب4 أحزاب أساسية بعدنا، هناك حزب الاستقلال وحزب التقدم الاشتراكية وحزب الحركة الشعبية. هذه الأحزاب الثلاث بالإضافة للعدالة والتنمية تتوفر على أغلبية مريحة في البرلمان، وهنالك اتفاق مبدئي على أن تكون هي المكونات الأساسية للتحالف الحكومي المقبل. نهاية هذا الأسبوع سينظم حزب التقدم الاشتراكي يوم السبت، وبعده حزب الاستقلال، كلاهما سينظمين مجلسين، المجلس الوطني واللجنة المركزية، من أجل أن تتخذ القرارات النهائية، مع العلم أن المكاتب السياسية، المكتب السياسي والديوان السياسي واللجنة التنفيذية حسمت في قرار المشاركة في الحكومة. إذا المهمة الآن تم الانتهاء من مرحلة أولى هي مرحلة تكوين التحالف. الأسبوع المقبل من المرشح أن تنطلق المشاورات حول هيكلة الحكومة وحصة كل حزب سياسي من داخل هذه الهيكلة. نعم. والأسماء المرشحة. هذا سيصدر يمكن في الأسبوع القادم إذا انتهينا من ذلك أن
يتم تقديم الحكومة إلى الملك من أجل أن يتم تعيين الحكومة. طيب. بعد تعيينها سنذهب إلى البرلمان وسيكون هنالك عرض للبرنامج الحكومة وسيتم الخضوع للتصويت. نأمل لكم التوفيق أستاذ مصطفى الخلفي، قيادي في حزب العدالة والتنمية، الفائز في الانتخابات الأخيرة. كنت معنا من الرباط. انتهت اليوم حلقة اليوم من أضواء الأحداث. دمتم والله يرعاكم، الله معكم.